إقليم أرض الصومال يبحث عن الاعتراف الدولي بتقديم ثرواته هذه المرة، ويفتح الأبواب أمام واشنطن على مصراعيها في سبيل ذلك. فما الثروات التي يراهن عليها لكسب ود المجتمع الدولي؟ توصف أرض الصومال الإقليم المعلن من طرف واحد وغير المعترف به دولياً بأنها بوابة باب المندب، حيث تقع في القرن الإفريقي وتطل على خليج عدن، أحد الطرق التجارية التي تشهد أكبر حركة في العالم. ساحله الممتد على طول 850 كيلومتراً يكسبه أهمية استراتيجية، تنطلق من ميناء بربرة الذي يعتبر رئة الإقليم الاقتصادية، وهو أكبر موانئ خليج عدن وأهم موانئ الاستيراد بالنسبة لأثيوبيا. Somaliland is a very rich country in resource. We are rich in minerals, in oil, in gas, in tourism industry, in marine resource, in agriculture, energy, and other sectors as well. على الرغم من غياب دراسات جيولوجية شاملة تؤكد مدى توفر أو حجم الثروات المعدنية في أرض الصومال، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى امتلاك الإقليم معادن استراتيجية حيوية متنوعة تشمل الليثيوم والكولتن، مع فرص كبيرة لتوفر الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، إلى جانب الأحجار الكريمة وخام الحديد والفحم والمنغنيز، فضلاً عن وجود ثروة سمكية من أغنى مناطق الصيد غير المستغلة في المنطقة. لكن الثروة الحيوانية تبقى في المقام الأول، وتعتبر أحد الأعمدة الأساسية الداعمة لاقتصاد الإقليم، إذ يصدر المواشي من الأغنام والماعز والإبل، في حين تساعد الثروة الزراعية ثانياً في دعم الاقتصاد من حيث توفر مناطق مناسبة لزراعة المحاصيل الأساسية للأمن الغذائي كالذرة الرفيعة السورغم والذرة والسمسم والبقوليات، لكنها تبقى محدودة بسبب المناخ الجاف وطبيعة الأراضي غير المستغلة. ماذا عن مصادر الطاقة؟ بالرغم من أن قطاع النفط والغاز في إقليم أرض الصومال لا يزال في مرحلة الاستكشاف المبكر، فقد جذبت المنطقة اهتمام شركات طاقة دولية خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها شركة جنرال إنرجي البريطانية التي أدرجت أراضي الإقليم ضمن محفظتها الاستكشافية منذ عام 2012. إلا أن الحكومة الفيدرالية في الصومال وصفت هذا العمل بأنه غير قانوني، وطالبت الشركة بوقف أنشطتها، معتبرة أن وحدتها القانونية هي المخولة بمنح أي تراخيص للتنقيب في البلاد بما في ذلك الشمال. بالمقابل انسحبت شركات دولية أخرى ونقلت حقوقها دون أن تتقدم إلى مرحلة الحفر الفعلي داخل الإقليم.